النادي اللي ديونه اكتر من 4 مليار جنيه، النادي اللي عليه 14 قضية نصب في الاتحاد الدولي الفيفا وعليه احكام ب 14 قضية نصب، هياخد الدوري. لازم نكسب الزمالك، اهم حاجة بعد بيراميدز نكسب الزمالك. نكسب الزمالك حتى لو خسرنا الدوري، نبقى معلمين على النظام، معلمين على نادي النظام ونادي الننوس، ومعلمين على الاعلام، ومعلمين على الحكام، ومعلمين على مصر كلها من كبيرها لصغيرها. احنا لو كسبنا الزمالك نبقى لعبنا الزمالك 3 مرات السنه دي، وال3 مرات بحكام اجانب، ونبقى كسبناهم 3 مرات. نسبه نجاحهم قدامنا 0، واحنا نسبه نجاحنا قدامهم 100%. دي المنافسه الحقيقيه، المنافسه بينك وبينهم تبقى كسبانهم 3 مرات من 3 مرات. لازم نكسبهم، لازم نعرفهم قيمتهم، لازم نعرفهم ان هم حراميه وخدوا الدوري بالنصب. لازم نعلم على نادي السياده الحكوميه، نادي السياده الرئاسيه في مصر. ان شاء الله ان شاء الله. فاضل 3 ايام بس على ماتش بيراميدز بحكام اجانب بيلعبوا دايما بغل قدام النادي الاهلي، بس احنا نلعب بغل اكتر منهم. واذا كان فرقتنا ناقصه محمد الشناوي وحسين الشحات للايقاف، ويوسف بالعمري وكريم فؤاد للاصابه، ففرقتهم برضو ناقصه احمد سامي ومروان حمدي الاثنين ايقاف، ومحمد حمدي ومصطفى فتحي وقطه 3 اصابات. يعني هم ناقصين واحنا ناقصين، يبقى المفروض ان شاء الله النقص العددي ما ياثرش ابدا ابدا على الفريق بتاعنا ان شاء الله. ال4 ماتشات اللي جايين بتوع النادي الاهلي محتاجينهم بطريقه رهيبه رهيبه رهيبه. على فكره لا يمكن الفجور في الكوره من كل الجهات يوصل للمستوى ده الا بقرار سيادي محدش يقدر يخالفه. ادوا الدوري للزمالك قرار سيادي محدش يقدر يعترض. اتحاد الكرة خدامين، الحكام خدامين، الاعلام خدامين، الامن افتحوا الابواب لجمهور الزمالك 25,000 امبارح في المدرجات. حتى الاهلي، حتى مجلس اداره الاهلي ما يقدرش يجتمع، مش ما يقدرش يعترض، ما يقدرش يجتمع. منعوا الاهلي من الاجتماع خلاص. واللي ينطق السجون مفتوحه، وما شاء الله كل يوم بنبني سجن جديد، وعندنا اماكن واسعه للسجون، واديكوا عارفين كام واحد من جمهور الاهلي، مش اقل من 100 200 في السجون. خلي حد يقدر ينطق، ولا حد هيقدر ينطق. اللي الدنيا كلها امبارح شافته من قذاره وفجور وانحراف الحكم البلطجي الغازيه، وحكام الفيديو اللي معاه البورسعيدي محمد الشناوي اللي بيكرروا للزمالك كل تاني يوم، كل تاني مباراة محمد الشناوي محمد الشناوي محمد الشناوي. بورسعيدي قميء قميء وما عندوش ذرة ضمير، وخدام جاي يشتغل خدامة. لجنة الحكام واتحاد الكرة وجمهور وإعلام الزمالك شايفين ده التحكيم العادل، شايفين ده النجاح. وهي دي مصر في زمن الننوس وحكومته ونظامه. مين في مصر ما شافش حارس مرمى الزمالك مهدي سليمان بيمسك الكرة بإيده خارج منطقة الجزاء؟ مين ما شافهاش؟ كله شافها. مخالفة تستوجب ضربة حرة لبيراميدز في مكان ممتاز 20 ياردة بس، وطرد حارس مرمى الزمالك مهدي سليمان، والزمالك يلعب 10 لاعبين، لكن الحكم الغازية ما صفرش، ما حسبش حاجة، ما فيش مخالفة. وحكام الفيديو النقاوة ولا نطقهم. محمد الشناوي البورسعيدي القميء المتكرر للزمالك ما تدخلش. القانون بيقول ان الفيديو يتدخل في حالات الطرد. لما يبقى في حالة طرد والحكم ما ياخدش باله، الفيديو يقول له تعالى في طرد، تعالى اتفرج الحارس ماسك الكرة، وسهلة. الفيديو موجود والشريط موجود واعادات موجودة وسهلة. لا، مش على الزمالك، مش الزمالك اللي اتحسب عليه بنالتيات في مصر. افهم، انت هتفضل ترغي وتزعق وتتكلم، افهم. مفيش بنالتيات على الزمالك في مصر. والحكم اللي يشذ عن القاعده دي بسيوني ولا طارق مجدي يتركن، ما يشوفش الزمالك غير بعد 5 6 سنين. ادي مصر، هو دي مصر. اللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه يروح بقى اي حته يعيش فيها. ده النظام بتاع مصر. انما سيبك من الغازيه المنحرفه الفجره، وسيبك من الولد البورسعيدي محمد الشناوي الامعه. انا بتكلم على حكم الفيديو رقم 2، اسمه احمد حسام طه، رايح كاس العالم 2026 كمساعد. ما نطقتش ليه يا جبان؟ ما نطقتش ليه يا خدام؟ ما اصرتش ليه على استدعاء الحكم في اللعبه دي؟ ما اصرتش ليه؟ لانك جبان وخدام، وهتفضلوا طول عمركم كده كدابين وخدامين.
انا شخصيا شفت فجر كتير من الحكام، انما الغازيه امبارح ما شفتش اكتر من كده. غازيه عاهره 100%، 100% عاهره. اللي انا شفته امبارح انا مش مصدق ان الحكم يعمل كده بالفجور ده. كل انواع العهر والفجور والانحراف والظلم من غير خشة. كل بلاوي التحكيم اللي حصلت السنه دي اللي ضيعت الدوري من الاهلي وادت الدوري للزمالك كانت بالفجور اللي شفتوه امبارح. فجور الحقيقه حاجه كبيره كبيره كبيره، حاجه ما تتصدقش. حكام اللي طلعوا امبارح على الشاشات يتكلموا على صفحاتهم ويقولوا رايهم، كلهم قالوا ان كانت في بينالتي واضحه زي الشمس لبيراميدز في نهايه الشوط الاول، مسك من عمر جابر لمهاجم بيراميدز المنفرد تماما بالمرمى، ضربه جزاء واضحه جدا. الحكم راح مصفر نهايه الشوط الاول وطلع على طول، مع ان الفيديو لازم يستدعيه لان اللعب يمتد لضربه الجزاء، انما تجاهلها. اللعبه دي فيها طرد لعمر جابر لان لاعب بيراميدز مواجه تماما للمرمى والكره سهله جدا، انما لا طرد ولا فاول ولا انذار ولا اي حاجه، والجول التسلل يتحسب والزمالك يكسب عادي جدا جدا جدا.